بالنسبة للمدارس السكولز في ألمانيا، هي أسهل وأسرع حاجة ممكن تحصل بالمقارنة بالبيروقراطية اللي موجودة في كل حاجة في المعيشة والحياة هنا. فالمدارس هي أسرع شيء أو أسرع حاجة ممكن تعملها وما فيهاش أي تعقيدات خالص. احنا جينا في نص السنة الدراسية في شهر 1، شهر يناير اللي فات، وكان اوريدي يعني لازم نعرف حمزة يدخل المدرسة في الفصل الكام او الكلاس كام، ورحيم نفس الكلام. فاللي حصل كالتالي ان احنا كلمنا المدارس هنا، وبعد ما كلمناهم بالتليفون قالوا ادونا ميعاد تاني يوم مباشرة بعد 24 ساعة. ده بالنسبة لحمزة. رحنا المدرسة، هي مدرسة ثانوية اللي هي الجيمنازيوم زي الثانوية العامة كده في مصر، واخدنا ميعاد. رحنا تاني يوم مباشرة، كان يوم جمعة تقريبا. وبعد كده اتكلمنا في التفاصيل، هو كان بيعمل ايه في الامارات، بقالنا قد ايه في الامارات، الكلام ده كله. قالوا لنا خلاص اوكي، يوم الاثنين الجاي حمزة هيبدأ مدرسة والفصل بتاعه كذا كذا. وخلاص، ولا احنا كنا مستعدين ولا اي حاجة. بس دي اسرع حاجة حصلت او اسرع بروسيس حصل في المانيا يعني. يمكن اللي عايش في المانيا عارف موضوع البيروقراطية والحاجات دي في اي حاجة يعني. لكن الموضوع ده زي ما بقول لك في خلال 24 ساعة كلمنا، خدنا ميعاد تاني يوم، رحنا الميعاد. اتكلموا معانا شوية، عملوا زي انترفيو كده مع حمزة، وقالوا له خلاص يوم الاثنين الجاي انت في الكلاس كذا كذا، تيجي الساعة كذا وخلاص، وانضم للمدرسة. بالنسبة لرحيم الموضوع كان خد وقت شوية، لأن رحيم أصغر في السن، فكان بالنسبة له هو لسه بيبدأ السنة الأولى في المدرسة اللي هي زي الابتدائية. فالموضوع يعني يمكن خد وقت شوية، لأن احنا عقبال ما خدنا ميعاد كان تقريبا أسبوعين أو 3 من ساعة ما وصلنا. وبرضو اللي حصل كالتالي إن احنا رحنا في يوم في نص الأسبوع، كان ميعادنا حوالي كان يوم 3 أو 4، واتكلمنا مع مديرة المدرسة، وبرضو زي عملوا زي انترفيو كده مع رحيم صغير. وبعد كده قالوا لنا اوكي يوم الاثنين الجاي هيبدأ مدرسة. بس في الحالة دي كان عندنا 3-4 ايام تقريبا نجهز حالنا، اللي هو نشتري مثلا الحاجة الخاصة بيه اللي محتاجها، الشنطة، الكتب، الحاجات دي كلها. بس فالبروسيس ده كان يعتبر، ولسه بأكد عليه، هو أسهل حاجة حصلت من ساعة ما جينا يعني. الحمد لله. الحمد لله.